في حلقة النهاردة أنا حطيت لنفسي خطوات أمشي عليها، والخطوة الأولى أجيب دروع نظرات، وتاني خطوة هي بناء بيتين للقرية، والخطوة التالتة أبني فارم توتم. الموضوع ده هيبقى فيه حاجات كتير، فتأكد إنك حاطط لايك واشتراك وكمل المقطع. طبعا أول تحدي واللي هو الدروع النظرات. طبعا عشان أجيب الدروع النظرات محتاج البليز والمجمع عشان نعرف نصنع البوشن، والبوشن ده للأسف احنا مش معانا بليز عشان نعرف نعمله، فاحنا هنروح دلوقتي نجمعه بالالترا. ويلا بينا ندخل النظر. يلا بسم الله. طبعا احنا في بايوم المجمع اصلا، وهنعرف نجمع مجمع بسهولة. ننقصت خد. يلا موت. يلا بينا نجمع المجمع. وجمعنا 12 حبة يا صحابي، كده يعتبر كفاية وأزيد كمان. يلا بقى نجمع البليز. يلا نروح لها. وانا بدور على قلعة البليز لقيت باشن، فقلت لما لوتها نفتحها من الزرايط يا اصحابي، ونخلي الضلوع تبقى نزرايط. وكمان دي اصحابي هتخلينا نعرف نطورها الضلوع نزرايط. نفتح ده. دي واخيرا القلعة. انا عملت ايه؟ وبعد ما جمعنا الكمية اللي احنا محتاجينها، جه دلوقتي ان احنا نرجع البيت عشان نصنع البوشن. يلا بينا. رجعنا. طبعا صح يا اصحابي، نسينا حاجة مهمة جدا، واللي هي البتاع الحمراء اللي ظاهرة قدامكم دي بقى هي اللي هتخلينا نعرف نصنع البوشن. طيب انا نسيت اجيبها، فطبعا هجيبها من غير المقطع عشان مش يطول عليكم. A few moments later. وبعد ما جبنا البوشن يا اصحابي، جه دلوقتي ان احنا نروح عشان نجمع الانشنت دبريز عشان نجيب دروع نظرات. ندخل النظر. ولو انت وصلت للنقطة دي فانت اكيد عجبك الفيديو، فياريت تحطلي لايك وسبسكرايب وكمل المقطع. نايس يا صحابي، اول حبة انشنت دبريز. نايس. واخيرا بعد ما جمعنا 32 حبة انشنت دبريز، جه دلوقتي ان احنا نسخنها. يلا نسخن الانشنت دبريز. ونايس كده سخنا الانشنت دبريز، وعلى بال ما يتسخن هنصنع السمايسينج تيبل. اول 6 حبات نزرايت. نايس. زي ما انتوا شايفين يا صحابي جمعنا 6 نزرايت، هنطور بيهم بقى الدروع. طبعا لازم نعمل دي يا اصحابي عشان نزود بيها عدد الحاجات اللي احنا هنعمل بيها النزرايت. فول ارمر نزرايت. نايس. واخيرا وكده اصلا نكون خلصنا اول خطوة. تاني خطوة بقى واللي هي ان احنا نبني بيتين للقرية. يلا بينا نبتدي ونجمع موارد عشان الموارد مش كتيرة خالص، فهنبتدي نجمع. زي ما انتوا شايفين يا صحابي، بعد ما بنينا البيت اخيرا هنبني البيت التاني. طبعا الموارد يعتبر خلصت، فانا هجمع شوية موارد عشان نعرف اكمل بيها البيوت الباقي. طبعا احنا خلصنا البيت يا صحابي في اليوم ال50، وجي دلوقتي نجمع الموارد. وطبعا يا صحابي البيت هيبقى هنا بالشكل ده. طبعا عشان البيت ده مش موالده زي البيوت اللي قبل كده، يعني الروف بس هو اللي شبه بعض، فطبعا احنا هنبنيه في المكان ده. ويلا اسيبكم مع الفيديو وانا ببني البيت. وبعد ما بنينا البيت يا صحابي، جه دلوقتي ان احنا نعمل الخطوة الثالثة واللي هي بناء فارم توتم. فيلا بنبتدي في بناء الفارم. وطبعا عشان نبني الفارم يا صحابي لازم نبعد عن القرية عشان الفارم تشتغل صح. وطبعا عشان نعرف نبني فارم محتاجين نطلع 100 بلوكة، فيلا بينا نطلع ونبني الفارم.
بسم الله ونبدأ نشرب البوشن. يلا بينا ويلا بينا. نايس. وطلعت الفارم شغالة يا أصحابي. يلا بينا نجمع التوتمز. وانا بخسر الفيليجرز حصلت لي حاجة غريبة جدا كانت هتخليني اخسر العالم. وبكده نكون جبنا أول توتم. يلا بينا نلبسها يا أصحابي. يلا وأخيرا زي ما انتوا شايفين يا أصحابي جمعنا توتمز. ماشي، زي ما انتوا شايفين كمية التوتمز يا أصحابي كمية كتير جدا. وبكده نقدر نقول ان احنا خلصنا حلقتنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب واشوفكم في فيديو جديد. سلام.